حظ وطاقة برج الحمل، وهذه رسائل من طاقتكم الكونية ومن باب التفاؤل، ولا يعلم الغيب إلا الله. برج الحمل، انتوا بتبحثوا عن الاستقرار والهدوء في الحياة، عندك شفاء جسدي وروحاني الفترة اللي جاية. كنت حاسس بتعب شديد جدا وضغوطات وتراكمات، وشايفة ان انت بدأت تشوف الحلول من جذورها. على الصعيد العاطفي شايفة ان في شخص بيحاول يتقرب منك في الكلام، والبعض منكم بيحاول يتقرب من شريك بسبب مصلحة. في برج هوائي هيطلب منك طلب يا برج الحمل وهترفض الطلب ده. البعض منكم عنده انطلاقة وشهرة موسعة على مستوى عمله أو مجتمعه. في رجوع مع برج ناري وكلام مع برج ترابي. البعض عندكم روتين في البيت، خصوصا البعض لديه سفر ميسر الفترة اللي جاية بإذن الله. الطلاب منكم على المستوى الدراسي في نجاح عن قريب هيسعد قلبك جدا، والله أعلى وأعلم. هتصبح كتوم الفترة اللي جاية، مش هتحكي أسرارك لحد، فقدت ثقتك في كل اللي حواليك. في امرأة متغيرة عليك يا برج الحمل، لكن شايفة ان في طاقة رجوع بينك وبينها وفي تواصل خفيف الآن. البعض منكم تعلم دروس من الحياة وكشفت الناس على وجوهها الحقيقية، وهتكتشف المخبي. في أسرار هتظهر قدامك هتصدمك يا برج الحمل، والبعض منكم تعرض للخيانة. في تطورات لمواليد برج الحمل في علاقة جديدة، قد تكون مع معجب أو حبيب، لكن هتنتقل من مرحلة لمرحلة أخرى، ممكن ارتباط رسمي. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك عزيزي مولود برج الحمل، ونكمل طاقة مواليد برج الحمل العزيز. عندك نجاح وفرحة واحتفال قريب بإذن الله. للمسافرين عودة إلى الوطن، أو للطلاب نجاح في امتحان معين وانتقال من مرحلة لمرحلة هيسعد قلبك جدا يا برج الحمل. برج الحمل هيبقى في ايدك سلطة وهيمنة على كل امور حياتك الفترة اللي جاية، هتقدر تسيطر على كل الاشياء اللي ما كنتش قادر تسيطر عليها. عندك طموح عالي جدا هتوصل له الفترة اللي جاية بإذن الله، والله أعلى وأعلم. في شخص عملي جدا هيقف جنبك وهيسندك يا برج الحمل وهيدلك على الطريق. الشخص ده هيبقى سند ليك في حاجات كتيرة قوي ان شاء الله. هتلاقي بينك وبينه تكامل وبداية مرحلة جديدة وانسجام كبير جدا ان شاء الله، والله اعلى واعلم. لكن حاول تنسى الماضي وتتخلى عن خوفك. عندك خوف ومشاعر مكبوتة وحاسس بالخداع من كل اللي حواليك يا برج الحمل، لكن حاول تتخلص من المشاعر دي، كلها مشاعر كاذبة ومشاعر سلبية بتوقف طموحك وبتخليك تبعد عن اي حاجة عايز تعملها. ابدأ على بركة الله وبلاش تباطؤ. عندك امن مالي ومبلغ على سبيل الهدية هيجيلك الفترة اللي جاية هيسعد قلبك جدا. نجاح عملي وعاطفي كبير يا برج الحمل، ابشر بإذن الله، والله اعلى واعلم. في موضوع هتنسحب منه، ممكن ارتباط، ممكن شيء، ممكن علاقة اتعبتك جدا، هتتخلى عنها الفترة اللي جاية وهتديلها ظهرك وهتبص لقدام وتحاول تتخلص من العلاقة دي، لان انت حاسس بخيبة امل فيها او سعي بلا هدف. وهتاخد قرارات الفترة اللي جاية، قرارات مصيرية جدا، لكن حاول تتريث وتفكر فيها كويس جدا قبل ما تاخد القرارات دي علشان ما ترجعش تندم يا برج الحمل. انت دلوقتي سجين وعندك عدم رغبة، لكن انت ما بتستسلمش. برج الحمل من الابراج القوية اللي ما بتستسلمش للواقع ابدا، ودايما بتحاول وبتبذل جهد للوصول لأحلامها. انت حاسس ان انت في سجن دلوقتي يا برج الحمل، لكن ان شاء الله هتواجه مخاوفك وهتحقق المستحيل وهتتحرر من الافكار السلبية والعلاقات السامة اللي سممت حياتك. عندك دلوقتي فقدان دافع وندم على الماضي، لكن الفترة اللي جاية كلها تسامح مع الذات وحب جديد داخل حياتك. ابشر بإذن الله، والله اعلى واعلم. تعويضات كبيرة جدا لمواليد برج الحمل من رب العالمين. لو وصلت معايا لحد هنا متنساش اللايك والاشتراك عزيزي مولود برج الحمل، واسيبكم في رعاية الله وحفظه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.